مرحبا بكم في مقر وزارة الشؤون الخارجية. اسمحوا لي أن أعرب عن خالص الامتنان إلى الولايات المتحدة لعرض مشروع هذا القرار الذي اعتمدناه للتو، فهو يرمي إلى تنفيذ الخطة الشاملة التي دعمتها كافة الأطراف. نتقدم بالشكر إلى القيادة الأمريكية وخاصة الرئيس ترامب، فانخراطه الشخصي كان ضرورياً للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستدامته في غزة. وعضوية الجزائر في مجلس الأمن الأممي تشارف على نهايتها. إنه المنعطف الأخير من هذه العهدة التي حرصنا ولا نزال نحرص على أن تكون عهدة الوفاء. Abdelmajid Tebboune est prêt à renier tous ses principes juste pour plaire à Donald Trump, le président américain, le maître fort de Washington. Abdelmajid Tebboune est-il en train de faire de l'aplaventrisme pour séduire et pour gagner les faveurs des États-Unis d'Amérique, la plus belle puissance mondiale? في مؤتمر صحفي أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن تصويت بلاده لصالح قرار مجلس الأمن المتعلق بغزة جاء لأنه يشكل أرضية ملزمة لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية. L'Algérie de Tebboune a tourné le dos à la question palestinienne. Elle a rompu avec sa position historique et traditionnelle de partisan de la cause palestinienne, quel que soit le prix qu'il fallait payer. طبعا من خلال صوتي وصوت ملايين الجزائريين داخل وخارج الوطن نقدر نعرفوا عنوان سهرة الليلة اللي راح تكون سهرة قصيرة. أما هناك أطراف نعتقد أنها تخدم أو تريد أن تلعب على شيطنة التحركات الجزائرية، وهي تريد أن تستغل لأن اليوم من تقصد؟ من يريد؟ هناك أطراف لا تريد، يعني معنى ذلك أنها تريد أن تقصي الجزائر في أي دور، وإن اليوم الجزائر لو لم تصوت قد أقصت نفسها من مرحلة مهمة في بناء يعني الحق الفلسطيني. أشكرك. نعم. Hier, 17 novembre 2025, l'Algérie de Abdelmajid Tebboune a voté en faveur d'une résolution américaine qui acte définitivement le désarmement de la résistance palestinienne. لأنه بصراحة ما عنديش وش نقول. لكن بالنسبة للجزائريين حتى نتفاهم، يعني لماذا صدم بعض الجزائريين؟ لأنه كانت هناك إدارة شأن في الجزائر باعت الكثير من الوهم للجزائريين، وأوهمت الرأي العام بأن تبون هو بمثابة صلاح الدين الأيوبي الذي سيحرر القدس. Cette résolution qui a été approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU avec une abstention de la Chine et l'abstention de la Russie. Mais la participation positive de l'Algérie qui a adopté cette résolution et qui a voté en faveur de cette résolution. لكن في نفس الوقت كان لازم نتكلم، يعني لو كان ما تكلمتش ممكن نتضرر. يعني الإنسان باش يعبر على ما بداخله لازم يتكلم، يفش شوية شغل. ووصل الرئيس الجزائري إلى حد مخاطبة الرأي العام في الجزائر في فيديو شهير وهو يتحدث مع الصحفيين، قال لهم بالجزائري القضية الفلسطينية خليوها عليا. Ça a toujours été la position historique de l'Algérie. Sauf que l'Algérie de Tebboune a voté, a trahi, a renié cette position historique. Puisqu'elle a voté une résolution qui acte et qui va désarmer les factions palestiniennes. إذا واحد يقول لي بزدير هي ومدام تهضر هكذا خلاص احنا كرهنا مقسم القضية الفلسطينية وتعبونا وكذا، واحنا دائما فلسطين ظالمة أو مظلومة وهذا الشعار تعبنا، خلينا نشوفوا مشاكلنا. يقول قائل جزائري ابن زديرة صدعتونا بهذه قضية فلسطين الصحراء الغربية وكذا كذا، خلونا نشوفوا مشاكلنا، احنا رانا النازعات غرقا وانت تحكينا على فلسطين. اوكي. النظام الذي فشل داخليا في إدارة أزماته، النظام الذي فشل داخليا
في بناء مستقبل الشعب الجزائري، النظام الذي جعل الجزائريين يهربون من بلادهم عبر قوارب الموت نحو مستعمر الأمس. بربكم هل يمكن أن تنتصر به قضية عادلة مثل القضية الفلسطينية، أو حتى قضية ظالمة وغير عادلة مثل قضية الصحراء التي هي قضية مغربية بامتياز، ولكن النظام الجزائري حولها إلى بؤرة صراع لم تستفد منها الجزائر في شيء، بل خسرت سمعتها وخسرت عرضها وخسرت مالها. الجزائر لما كانت دولة والرئيس رئيس ووزير الخارجية وزير الخارجية، الجزائر هي التي أدخلت منظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لما ترأسها وزير الخارجية المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، وحضرها الرئيس الراحل هواري بومدين. Aujourd'hui, ça a changé. Abdelmajid Tebboune, maintenant, il adopte la grille de lecture américaine, qui est une grille de lecture favorable à ce que le régime algérien a toujours appelé l'antité-sioniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi le régime Tebboune ne va pas normaliser ses relations avec Israël. Il faut normaliser les relations avec Israël, puisqu'on est d'accord avec cette résolution, avec les fondamentaux de cette résolution américaine qui élimine le droit à la résistance. تبون أنا اللي غاضتني واللي حطمتني أنه تبون حشاهنا، هذا هو بالمفهوم المباشر. تبون خدعنا، حشاهنا، بلعتنا، قال لك فلسطين خلوها عليا، ما تدخلوش رواحكم، أنا ندبر راسي فلسطين، الصحراء الغربية وفلسطين أنا ندبر راسي، اجبد روحك اجبد روحك، أنا شيكور ندبر راسي. قرأت وليد عبد الحي مثلا، أو يظهر أمامكم منشوره، عبر عن صدمة كبيرة. والدكتور وليد عبد الحي فلسطيني كان يدرس في الجامعات الجزائرية وهو مفكر معروف، عبر عن الصدمة بمعنى الكلمة. وهناك الكثيرين، بل أنه تواصلوا معي بعض الناس الفلسطينيين اعتبروا ما قامت به الجزائر خيانة لما تسمى فصائل المقاومة. نعم خيانة، وفصائل المقاومة جميعا. وجانا بخطاب بومدين، قال لك هذول اللي مطبعين اللي راحوا يطبعوا الامارات وكذا، اللي راحوا يطبعوا مع اسرائيل يروحوا يهروا له مطبعين، احنا ما نستعرفوش، احنا ما نركعوش الا ربي سبحانه، ما على بالنا حتى رب واحد، احنا هم الربوبه. انا واحد من الناس بديت نسمع في تبون تفكرت بومدين، سيدو شكون هذا؟ غمض عينيك تسمع لي هذا شكون هذا؟ بومدين، تفتح عينيك تلقى تبون، انا فرحت. Cette résolution américaine, depuis que l'Algérie a décidé de voter en sa faveur, il y a eu un scandale qui a une vague d'indignation qui a déferlé sur l'Algérie. Il y a un scandale, pas une polémique, un véritable scandale. Plusieurs acteurs politiques ont été scandalisés. شلون انا واحد يقول لي بزدير انت هي بصح انت في 2020 21 كنت صفق التبون وكنت معاه بيا، باسكو كنت نسمع في الخطابات تاعو تاع بومدين، ذكرني بومدين كنت نسمع فيه، وحنا وكذا وما على بالناش وكذا، وطز في المطبعين وكذا، وقراراتنا وحنا اسياد وما نركعوش وما على بالنا حتى بقسام واحد وكذا. اذا انا كي كنت نسمع في عمي تبون فرحت. أيضا مصادرة أسلحة ما تسمى المقاومة، الحماس والجهاد، وتفكيك بناها التحتية تحت مسمى الإرهاب كما نص عليه القرار. الجزائر تبارك نزع سلاح ما تسميه الجزائر المقاومة، وطالما دافعت عن المقاومة، وطالما النظام الجزائري عزف على مشاعر الجزائريين تحت مسمى المقاومة. لكن أنا الآن وعلاش راني مدمر وزعفان ومقلق؟ لأنه السيد وعدنا وعود وأعطانا أحلام وخطاب، يعني تاع وبعد كيجيب صغير لقينا روحنا. أنا هاي اللي غايضتني، أنا هذه اللي مدمرتني، لأنه يخرج لي واحد كما قاعد ولا غيره ويقول لك يا أخوي شوفوا مصالح، أوكي ما عنديش مشكلة نشوف رب مصالحي أوكي، ولكن ما تجيش تقول لي بلي راني هنا أرواح ونحميك ونوكلك ونشربك وندير لك وكذا 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 وبعد تغر بيا. L'Algérie aurait pu s'abstenir, aurait pu faire comme la Chine et la Russie s'abstenir, mais voter en faveur de cette résolution, c'est trahir ce que le régime Tebboune lui-même a défendu pendant des années. لأنه خطاب الإمارات أو خطاب مصر أو خطاب السعودية أو خطاب أي دولة من الدول بما فيهم الكويت أو كذا لم يكن مثل خطاب الجزائر، كانوا شادين فمهم. تا عمرك سمعت السيسي قال راني هنا واللي يمثل الفلسطينيين راني هنا وطز وما على بالش بالتطبيق؟ عمرك سمعته؟ أنا عمري ما سمعته. يا ربي حتى وسموه حتى قيس سعيد
عمري ما سمعته يهدر يقول القضيه الفلسطينيه وكذا، يقول على بالهم بلا راهو يهدر وخلاص لانه مسكين. ولكن عمره ما كان يقول بلا هنا وطز في التطبيع وكذا، كان شاد فمه. أنا لحد اللحظة لم أحدد موقفي من هذا الأمر، لكنني أتحدث على نظام يقول شيء وفي غرف النوم يفعل شيء، ثم بعد ذلك في الصالون على مرأى الإعلام وعلى مرأى العالم يبارك شيء آخر. صح هنا الجزائر اللي كنا نهضروا ونتعنطروا فلسطين خليها عليا، فلسطين اسكت خليها عليا، انا دابا راسي على بالي واش ندير. خليناها عليك، خليناها عليك، خليتها علينا، خليناها عليك، خليتها علينا، ذليتنا. المشكل انه هذه الضربات الموجعه وهذه النكسات واحده مور الاخرى. بريكس اشترك، الاقتصاد، النمو الاقتصادي والطفره الاقتصاديه اشترك، اقلاع اقتصادي اشترك، طوموبيلاتهم جايين وزين كذا اشترك ما كانش، مصنع رايحين نفتحوه الوزير راح وابنه دخل الحبس والدنيا اتخذت والمصنع ما كانش كذا، يعني سقوط الاورو، يطلع والدينار يهبط الدنيا واخذه ومن بعد الصحه الغربيه راحت لنا واتخذنا، وذو كان نجيك في قضيه الصحه الغربيه، ومن بعد اخر المطاف مع نهايه العام القضيه الفلسطينيه انتهت. الان ماذا بقي؟ Pendant des années, et ben, ce soir, pour répondre aux critiques, aux attaques, aux remises en cause qui ont été adressées au régime de Tebboune, l'APS, l'organe médiatique attitré du régime algérien et le porte-parole attitré du régime Tebboune, il publie une dépêche encore plus scandaleuse, encore plus honteuse. أمر آخر خطير، الجزائر طالما تقول نحن مع حل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف، هكذا دائما ما يقول تبون في كل المحافل الداخلية في المناسبات في الجزائر، لكنه في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة يقول حل الدولتين ودولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية التي يتواجد طبعا المسجد الأقصى فيها أو القدس. وهذه بالنسبة لي أنا وصمة عار ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الجزائر إلى يوم القيامة، ولا أدري هل أصبح غدا أم لا. الليلة نرقد مش عارف نصبح حي ولا نصبح ميت، لكن أنا بالنسبة لي هذه قناعتي. الجزائر للأسف الشديد في نوفمبر اللي هو شهر الثورة والتحرير طعنت الشعب الفلسطيني في الظهر. Dans laquelle il est affirmé que l'État national fort ne permettra jamais que sa décision souveraine soit transformée en un outil de marchandage politique aux partisans. Décision souveraine, elle est où la souveraineté? Vous nous avez chanté jour et nuit que la Palestine doit être indépendante, que la question palestinienne est une question sacrée, est une cause sacrée, que le peuple, qu'il faut appuyer les efforts de la lutte du peuple palestinien pour son indépendance, pour sa liberté, pour sa dignité, que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, que l'Algérie ne soutiendra jamais la persécution israélienne contre la population de Gaza, et que la population de Gaza et la population palestinienne en général a le droit de lutter, y compris militairement, pour sa propre survie, sa propre liberté. نعم، أنا كجزائري أقولها بكل حسرة وأسى، طعنا إخواننا الفلسطينيين في الظهر للأسف الشديد. لماذا؟ لأنه قادر واحد يسألني يقول لي يا بن زديرة أنت واش تقترح واش كنا قادرين نديرو؟ كنا قادرين نديرو أبسط شيء وأتفه شيء كنا قادرين نديره امتناع عن التصويت. الجزائر لا تستطيع أن تغير القرار أو تلغي القرار، على الأقل نحفظ ماء الوجه للتاريخ. قال سجلنا في التاريخ أنه في 2025 نوفمبر 2025 الجزائر رفضت ذبح الفلسطينيين، رفضت التصويت لصالح أمريكا ضد الفلسطينيين، رفضت. Nous avons vu aujourd'hui la conférence de presse d'Ahmed Attaf qui a été animée en l'après-midi du 18 novembre. Elle est catastrophique. Ahmed Attaf, encore une fois, il a fait du n'importe quoi, une tragicomédie. Il essaie, Ahmed Attaf a dit aux Algériens et aux Algériens, c'est l'Algérie qui a introduit, qui a convaincu. Donc Donald Trump a été convaincu par l'Algérie d'introduire une disposition qui va reconnaître l'existence d'un État palestinien. لا خلوني نعلق على هذه الصورة اللي هي تعتبر الحدث البارز اليوم في الجزائر. في الجزائر اليوم عندنا حدث مهم جدا، حدث بارز اللي غطاه التلفزيون الجزائري، نعلقوا عليه ثم نكمل النقاش.
استلام 7 آلات شوكية جديدة مخصصة بشكل أساسي لمعالجة الحاويات، يعني 7 لكلارك كما راكم تشوفوا. الحمد لله الجزائر الجديدة، الحمد لله الجزائر المستقلة في 2025، وبفضل السياسة الحكيمة لسيادة الرئيس، بفضل السياسة الرشيدة لحكومته الجديدة، حكومة السي عبد المجيد تبون، استلمنا 7 آلات شوكية، 7 لكلارك، 7 لكلارك هذو اللي يرفدوا الباليطات هذو، واستلمناهم الحمد لله في ميناء الجزائر. إنجاز عظيم، إنجاز عظيم.